السلام عليكم. جيتكم اليوم كالعاده لعشاق الشوكولا بميني رولي متكله تاكلوا حبات ولا تحوسوا على الدوزيام. وعلى بالي لو كان تجربوها ما راحش تبدلوها، خفيف ظريف ساهل ماهل محشي لداخل بالشوكولا والفوغاج وبنتو كالعاده الهبال تاع الدنيا. الحاجه الاولى اللي نديروها نخدموا البسكويت تاعنا هنا في غيسيبيون. درت 5 حبات تاع البيض مع 5 مغارف كبار تاع السكر، درت لهم شويه تاع لافاني ليكيد ونطلعهم مليح حتى يولي قوامهم هكذا، ونضيف لهم 5 مغارف كبار تاع الزيت ندخلهم غير بشويه هكذا ومن راني نخلط ونكملوا نخلطوا كلش مليح كيما راكم تشوفوا هنايا. هنا في الكاس تاعي تاع 250 ملل درت 2 مغارف كبار تاع الكاكاو، والكاس كملته كامل فارينه مع ملعقه صغيره تاع خميره الحلوه. نغربلوهم ونخلطوهم بهذه الطريقه، ونحط الخليط تاعي ديريكتومون في سنيوه يكون فيها ورق الطبخ 30 على 40 سنيوه، وندخلهم يطيبوا على 180 درجه، ما يديرلكمش بزاف يا ربي 10 دقائق، وغير يطيبوا هو سخون. نقلبوا فيه هكذا طرشونه تكون كبيره ونغلق عليه بهذه الطريقه، نخليه واحد 5 دقائق. بعدها نقلبوا على هذا الوجه تاعو في ورق الطبخ وندهنوه بطبقه تكون رقيقه تاع شوكولا تختيني. بعدها نقيس بها هكذا بالموس باش نقطعهم هكذا، راح تخرج لكم 8 حبات، وتقدروا تكبروهم ولا تصغروهم كيما تحبوا نتوما. هنا نرفد بالقطعه ونحطها هكذا في قطعه تاع ورق الطبخ كيما راكم تشوفوا، وديريكتومون نروح نجيب الفوغاج تاعي من الفخويور تاع الفريزر راح يتوال مع الشوكولا، ونديروا منه طبقه تكون رقيقه بلا ما نوصلوها للنهايه تاع القطعه، ونروليها بهذه الطريقه. شوفوا زيروا عليها مليح كي تكونوا ترولي وما تخافوهاش، وزيدوا حكموها هكذا بورق الطبخ باش تحصلوا على هذا الشكل تاع رولي صغير. وكنت ذوبت 250 غرام تاع الشوكولا اولي، ضفت لها 2 مغارف كبار تاع الزيت بهذه الطريقه، ونقلاصي الحبات تاعي من كامل الجوانب مليح ونحطهم ينشفوا في ورق الطبخ، نزينهم بدي زيكزاغ شوكولا نواغ وتقدموهم وبصحتكم.